المعلم الجيد يترك أثرا لا تمحوه الأيام بسهولة. قد يكون مر عليك في حياتك عدد كبير من المعلمين، لكن مما لا شك فيه أن أحدهم ترك بصمة في حياتك لن تمحوها الأيام والليالي ببساطة. هذه الذكريات التي نوقشت في الصغر لا تنسى. ففي الفيديو القادم الذي لقي تفاعل وإشادة كبيرة من المتابعين لمهرجان دوز بعدما انبرى الشاعر بشير عبد العظيم لمدح معلمه الذي كان يدرسه قبل 55 عاما في مشهد فاضت فيه دموع المعلم والحاضرين، والشاعر يجثو على ركبتيه ويمجد معلمه. دعونا نشاهد هذا الفيديو المعبر للشاعر بشير عبد العظيم وهو يشدو في حضرة المعلم. بالمحضر نعرف للكراس لولاك انا افهم واحد صرف تشوفني مسؤول بين الناس لولاك لا نفهم ولا تدليل ادرس اسمنا لا شفت لا تعلمت لولاك حرف اليف ما هجيت لو وصلت يا سيدي يا سيدي ولا تقدمت لا تشوفني في الجامعات تقريب لا بكراسي العاليات احلمت انت رعيتني في القسم وقت الجيد صغير سن قبلك هالبحر ما عمت قبل ان عرضتك حرف ما خطيت سيسفني الله الكتيبه فهمت رديتني ممتاز وتعديت سنين المراحل الاولى تممت بشراك من زرعك اليوم جديد حفظت رساله لها قدمت صممت انت القاعده وبنيت ركزت بالمبدا حجر رساس انت رفعت جيالنا عليت وانت الخدم فعلا بكل احساس لولاك ما نقدر نهجك حرف لما خبرناه في الانتباه. هكذا مدح الشاعر المعلم ولسان حاله يقول قم للمعلم ووفه التبجيل. هكذا كان مشهد المعلم عزيزي المشاهد. إلى من تهدي قلادة الشرف في التعليم وأن تشكر قليلا من كثير فضلهم عليك؟ المعلمين هكذا تفاعل معهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نوال عمار تقول ممتنة لكل معلم ترك الأثر الجميل في نفوس طلابه. وفي تعليق آخر أيضا جهاد الكمال تقول رفعة الأخلاق تكفيه فخرا. وضحوي محمد يقول ولا أروع كثير من الفن والإحساس وعرفان بالجميل لرجل ربى أجيال. دعونا نسترجع أعزائي المشاهدين ذكريات الصبا لنتذكر المعلم الذي ترك أثرا في حياتنا جميعا لن تمحوه الأيام، ونحب أن نرسل له صوت الشكر عبر هنا الحدث. علقوا لنا بأسماء المعلمين الذين لا زالت بصماتهم باقية معكم حتى الآن.